وإلى المملكة العربية السعودية أجريت دراسات عدة شملت الأمراض السرطانية وطرق العلاج منها. ومن قلب العاصمة السعودية الرياض تحديدا أجرى مركز الملك فهد للبحوث الطبية دراسة مفادها بأن لبول الإبل قدرة وتأثير كبير في علاج السرطان. بداية عشان احنا نبدأ نشوف هل هو صالح للاستخدام الآدمي لازم نحلله ميكروبيا ونحلله كيميائيا، وفعلا كانت أول تجربة إن احنا حللناه كيميائيا وحللناه ميكروبيا، فالحمد لله لقيناه صالح للاستخدام الآدمي. طبعا في البدايات أنت تجرب في المعمل على خلايا سرطانية إنسانية، أي نعم من رئة إنسان مصاب لكن في المعمل، في حين تم شفاء حالات بعينها مستخدمة بول الإبل. في ناس ما شاء الله استفادوا كثير، وعندنا أرقامهم وعندنا خطاباتهم وعندنا ريبورتاتهم، كل شيء مسجل عندنا. أخذت 5 شهور لبن بول الإبل. بالمناسبة والله الذي لا إله إلا هو، أنا يعني ما متعود بحلف، لكن عشان الناس تصدق إنه طعمه أفضل من طعم المضادات الحيوية وأخواتها البطولية. احنا في خلال تجاربنا العلمية أثبتنا إنه ناجح ل7 أنواع من السرطان: الرئة والثدي والجلد والقولون والكبد والدماغ واللوكيميا. عملنا تحليل اللهم لك الحمد في الطبيعي الدم اللي في حاجة اسمها CEA، هذا مؤشر على اللي هو وجود أورام سرطانية في الجسم. الوضع الطبيعي من 0 إلى 5 أعتقد كانت 8 من 10 عندي.